السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة عملنا شوية محشي يا جماعة، وفرنا في الوقت فيهم، بس دي أهم حاجة عندي. شايفين المحشي نزل من الحلة مفيش نقطة مية، ما شاء الله. دي تسوية مظبوطة جدا. تعالوا بينا نشوف المقادير والوصفة مع بعض. أصفر عنب خلص من السوق، بس في ناس بتحبه وبتعشقه. بصوا بقى الميزه اللي فيه ان هو متغلف مرتين، فمش داخله اي هوا. بصراحه كان تحفه من الجمال. شايفين مفرز ومتلج ازاي زي ما هو، واصفر كده وحلو من جوه زي البلدي بالظبط اللي هو الصغير ده. تمام. بصوا سخنت الميه هنا وحطيت لها عصير ليمون. تمام. وابتدي بقى اسيبه شويه كده واقلب فيه، بلاقيه بيفصل لوحده كده على طول. تمام، ولا بيتكسر ولا حاجه. اهو بصوا، مجرد كده انا بقلبه على الناحيتين كل شويه بيفك كده من بعضه بسرعه الصاروخ. خلاص كده بعد ما بخلصه، تمام، بحطه بقى في مصفى. لازم انزل عليه يا جماعه بميه ساقعه من الحنفيه. تمام. واشطفه كويس جدا، يعني بشطفه مره واتنين وتلاته. شايفين شطفته مره واتنين وتلاته، وما طلعته في المصفى زي ما انتوا شايفين كده. الورق بتاعه يعني ماسك نفسه، يعني هو مش وحش، بس طبعا الطازه مفيش احسن منه. شايفين؟ بصوا بجيب الميه هنا كده وانقعه في الميه كده كذا مره بالشكل ده، واشطفه كذا مره بالميه الساقعه. تمام كده، عشان نتخلص من اي تراب منه. والميزه فيه ان هما بيبقوا شايلين منه العيدان بتاعته. وجبت حله هنا وضفت فيها شويه من الزيت. ممكن تضيفي بقى شويه من الزيت على سمنه براحتك خالص. ونزلت هنا البصل فيها، بس بعد ما الزيت يسخن شويه. بنزل كده البصل. تمام. واديه تشويحه كده. والبصل ما بحمرهوش يا جماعه، بدبله بس. وقطعت الطماطم تقطيع صغير جدا زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الكميه اللي انا قطعتها، وهغطي عليها لحد ما اكمل تقطيع باقي الطماطم اللي انا هضيفها. تمام كده. خلاص خلصت الطماطم. هقلبها تقلبتين كده مع بعضها لحد ما تدبل، وهغطيها. تمام. مش هتاخد 5 دقايق. شايفين كده؟ ما خدتش 5 دقايق على النار. تمام. شربت السوائل بتاعتها كلها. واضيف هنا التوابل، توابل ملح وفلفل وشويه بهارات. التوابل دي زي ما انت عايزه، زي ما انت حاسه الطعم اللي انت بتحبيه بتحطي التوابل بتاعتك. تمام. هنا قطعت الخضره، وهحط نصها بس بقدونس وكزبره وشبت. وحطي الكميه اللي انت تحبيها برضو وانت عايزاه، بس الخضره لما بتكون مظبوطه فيه بتدي طعم حلو قوي. والخضره يا جماعه بتاعت الشتاء كمان ريحتها حلوه قوي، بتقلب ريحه البيت بالمحشي. ما شاء الله، كانوا حبه محشي زي العسل ما شاء الله. شايفين هنا كده برضو بدي تشويحه للرز مع الخلطه، بتديني نتيجة حلوة قوي. بعد خلاص لما شوحت الرز، بضيف بقى باقي الخضرة وبطفي النار على الخلطة. بصوا بقى الحركة دي بتدي ريحة حلوة جدا 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 للمحشي. بصوا يعني انا عقبال ما بخلص حاجة بتبقى ايدي شغالة في الحاجة التانية، بيخلص بسرعة بسرعة. لكن لما بضرب الطماطم في الخلاط بتاخد وقت جدا في التسبيكة. كده خلاص خلصتهم كده. وهنا قورت الكوسه، وبوريكم بس الفلفل بضغط كده على الراس بتاعته واطلعها، واطلع منه البذر، بعمل له تجويف كده عشان لما احشيه المحشي ما يخلعش منه. وكده خلاص خلصت حشو المحشي. ما شاء الله، شايفين بقى الجمال والحلاوه. كوسه ورق عنب وفلفل كانوا طعمهم تحفه من الجمال. كل الوقت اللي انا خدته بس وانا بحشي المحشي. لكن التسبيكه، الفكره بتاعت النهارده ان التسبيكه تخلص بسرعه معاكي عشان تخلصي بسرعه. تمام. يلا بينا بقى نسويه. وهنا كده خلاص ببتدي اسويه. برش عليه رشه ملح وبشره طماطميه كده من على الوش، وليمونتين كده عصرتهم. تمام. الليمون بيديه مزازه كده وطعم حلو. زودت شوربه وهزيت الحله كده، وهغطي عليها بقى. تمام. واعلي عليها النار. وهنا كده الكوسه حطيت لها شويه نعناع، بشر نعناع. تمام. وشويه ملح. وهنا كده خلاص هقدم المحشي بتاعي. شايفين السوا بتاعه كان تحفه من الجمال. بصوا بقلب الحله كده على الصينيه. بصوا بقى تعرفي ان انت عامله شويه محشي مظبوطين ازاي لما تقلبي الحله كده والمحشي بتاعك كله ينزل، مفيش نقطه شوربه نازله معاه. المحشي بتاعي كان زوادة الشوربة بتاعته كانت مظبوطة جدا جدا جدا. عايزة تقدميه بالشكل ده،
بالحلة كده كاملة زي المطاعم مفيش أي مشكلة، لكن إحنا بنحب نقدمه كده بلدي كده بالشكل الحلو ده القمر المعتاد بتاعنا. تمام. بس لو عندك عزومة ممكن تقدميه بشكل الحلة كده وتظبطيه. وده كده محشي الكوسة والفلفل كمان ما شاء الله، شايفين شكله جميل ازاي. اتمنى وصفتي تعجبكم النهارده، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.